السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. أيام بسيطة اهي، وهيدخل علينا بقى العشرة من ذو الحجة. ربنا يجعلها أيام مباركة علينا ويبلغنا ليلة عرفات يا رب بحق النبي. آه، طبعا احنا في الأجازة بقى وقاعدين قدام التلفزيون، ما يحلاش بقى ايه الا مع كوبايه شاي حته كيك. قلنا نعمل النهارده ايه كيكه الشاي دي سهله وبسيطه ومكوناتها بسيطه. انا اول حاجه انا هعلق على ايه، على الشربات، وهتشوف انا هعمل ايه. انا حطيت دلوقتي كوبايه ميه، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط كوبايه الا حاجه بسيطه كده ايه، ميه. يبقى كوباية سكر، أسفة، كوباية سكر، وحطيت عليها كوباية إلا شوية كده إيه مية، وهحط عليها عصيرة ليمونة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي بقى إيه هعلقها على الإيه، على النار، عشان كل حاجة تبقى سهلة قدامك. أنا جبت أول حاجة قلنا زي ما أنا قلت علقت على السكر، وهتشوف انا هعمل بيه ايه. ودلوقتي جبت الصينيه بتاعتي بدرتها بالسمنه. انا بحب السمنه مش الزيت، لان الزيت بيلسوع من بتاع الكيكه من تحت. جبت السمنه ودهنتها وبدرتها بالدقيق زي ما احنا شايفين كده. هركنها على جنب. عندي بيضتين وكوبايه، وهحط برضو ايه معاها شويه سكر، يعني هحط كوبايه وربع سكر، ومج كبير كده من الحليب او اللبن، وكوبايه كوبايه الا ربع زيت على سمنه، وباكو بيكنج باودر، و معلقه فانيليا او كيسين فانيليا زي ما انت تحب. هبدأ بقى ايه احط البيض في الخلاط. هحط البيض في الخلاط وعليه الفانيليا، وهضربهم البيض في الخلاط، البيضتين، وحطيت عليهم الفانيليا، وهحط عليهم معلقة صغيرة خل. بسم الله الرحمن الرحيم. وهبدأ بقى ايه اضربهم. وهنا حطيت كوباية دقيق وهنخلها، وهحط عليها البيكنج باودر. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بحط باكو بصراحة، باكو يطلع معلقة كبيرة. هخلصها نخل، وهضرب البيض وبعدين هرجع لكم. وعليه البيكنج باودر وذرة الملح، وتقلبيه كويس. برضه بعد ما نخلتيه تقلبيه كويس عشان البيكنج باودر يدخل مع الدقيق كله. وهنا ضربت البيض زي ما احنا شايفين لحد ما عمل فوم كده. هبدأ هنزل بالسكر بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وربع كوباية سكر برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. وابدأ ايه اضربهم كويس. ضربت السكر بالبيض حوالي 5 دقايق لحد ما ايه ما بقى لونه فاتح زي ما احنا شايفين كده. مش عارفه واضح في الفيديو ولا لا. لحد ما بقى ايه لونه فاتح خالص. التكات البسيطه ديت بتطلع الكيكه معاكي جميله. هبدأ بقى اضيف ايه، اضيف الزيت والسمنه. حابه تحطي زيت حطي، انا بحب طعم السمنه، بتدي طعم جميل للكيك. يعني هي ايه كم معلقه سمنه كده، قولي 5 6 معالق سمنه، والباقي زيت، يعني كوبايه الا ربع كده.
هنضيفها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرضو ايه هضربها كويس. ضربتها بقى وهبدأ اضيف اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. وهضربهم وهتشوفوا انا هعمل ايه بقى بعد كده. ايه اللي انا هحطه تاني. خلاص ضربتها اهي كل المكونات. شايفين الرغاوي بقى الفوم اللي موجود ده عشان ايه؟ ان انا ضربتها كويس جدا. المكون بقى الحلو قوي اللي انا بحطه بقى مع الخليط ده عبارة عن قشر برتقال بفرزه وبيعيش معايا من السنة للسنة في قلب الفريزر. بجيب قشر البرتقال زي ما هو كده وبقطعه وبروح فرماه في قلب الكبة واحطاه في قلب ايه اكياس. هاخد منه اهو، هاخد منه قطعة كده كبيرة وشوية زبيب وهحطهم فوق الخليط ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهديهم ضربة بس بسيطة كده وخلاص ايه وكده خلصت. ضربت الخليط اهو زي ما احنا شايفين. هنبدأ بقى اصبه فوق الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب بقى. طبعا انا كنت حاطه كوبايتين دقيق. هحط بس ايه ربع كوبايه دقيق كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين لونها فاتح وبسم الله ما شاء الله جميله ازاي. طبعا ده نتيجه ان انت كل حاجه تعمليها وتروحي ايه ضربها. يعني ما احطش المكونات كلها مع بعضها واضربها. في ناس بيعملوا كده وبتطلع برضو حلوه وكل حاجه، بس لما تدي كل حاجه حقها. البيض الاول اضربه وبعدين بحط السكر وبعدين الزيت والسمنه وبعدين اللبن. وطبعا قشر البرتقال اللي انا حاطاه ده بيبقى طعمه جميل جدا. بس هبدأ بقى ايه اصبها في قلب الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص بقى وانا كنت ولعت الفرن ساعة ما كنت عملت الخليط. يعني انا مش بولع الفرن من اول ما بشتغل، انا بولع الفرن في نص ما بخلص كده. بروح مولعه الفرن على درجة حرارة 180 وحسب كل فرن. وبولع من فوق ومن تحت فرن كهرباء وبحطه في ايه من تحت. وهنشوفها بقى لما تطلع باذن الله. بسم الله ما شاء الله. تيجي بقى عود شيش طاووق او سكينه او اي حاجه وتعمل كده. شوفي طالعه نضيفه وما فيهاش اي حاجه. وتجربي من ناحيه تانية. دي لسه اهي شايفين اهي لسه. استنى عليها بقى ايه دقيقتين كده. لسه مطلعه من الفرن اهي. بسم الله ما شاء الله. انا طبعا عملتها بالسكينه. عملت فيها فتحات كده. دي اختياري بقى. يا ممكن تتاكل بقى كده وخلاص. حابه ان انت تحطي فيها تسقسقيها بلبن
انا هعملها بايه؟ بشوربات. أهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى طعمها روعة.